اوكي سو رح نبلش بالجيت ريدي وذ مي. اليوم بدنا نعمل ميك اب لايفنت اليوم، وشفت من التعليقات انه الاغلب عم يكتب 3 بس رح نشوف لاخر شي. بصراحة انا معكم. الفستان الاحمر بحس احلى خيار لهيك ايفنت، خصوصي قماشته تقيلة حلوة، حركة الجلوفز حلوة. المهم فخلينا نبلش بالجيت ريدي ونعمل our ميك اب لوك اليوم مع بعض. بس أول شي بدي بعد هدول الخصلتين عن شعري. شكلي رح أرجع بس لفهم مرة تانية مزبوط. حسيت نزل بس مو مشكلة. سو أول شي بدي حط السيرم على وشي قبل ما نبلش بالميك اب. نعمل السكين كير. و الكريم. اعطيكم ابديت سريع عن اللي عم بيصير معنا بالنقله وكل شيء. قدرينا انه نحن لازم ننقل بالبيت باول شهر 3. بدايه شهر 3 لازم نحن نكون برا البيت، هذا البيت، ومنتقلين ان شاء الله. النقله رح تكون برمضان على الاغلب، اول يوم رمضان او يمكن قبل. رح احاول جدي انه قبل، بس من ناحية الفرش وكل شيء ما حيكون قريبا ابدا. بس عم نشتغل على الموضوع، بلشنا، صار في تطورات، صار في ديزاين براسنا، ففي اشياء exciting جاية قريبا. وبس والله حاليا نحن بهي المرحلة. ما عم حاول اني انا ما افكر كثير بالموضوع، لاني انا شخص بحمل الموضوع زيادة عن اللزوم. عم حاول اني اقول انه اوكي هي كلها نقلة، رح ننتقل، اوكي يمكن ما يكون البيت مفروض اقوى العروض تماما. اول شيء رح يكون لونج بروسس، فعم بحكي مع حالي من هي الناحية مشان ما اتعب نفسيا وحس حالي انه مو مستقرة، انه خلص عيش الاجواء، عيش هي الفترة. فترات رح تجي وما تنعاد. يعني يمكن يعني شو بين اليوم معلقة، قصدي انه هاي الفترات اللي حنمر فيها هلا بنقلة البيت وكل شيء ما حتكون، يمكن ما تصير مرة ثانية. فبدي اعيش اللحظة وما بدي ضايق حالي بشي. بدي عن جد I enjoy the process. لو ما كان مثل ما انا بطبعي بحب كل شيء يكون organized، وبس حس انه في شيء طلع عن البلان اللي براسي، او انه في شيء ما عم يمشي مثل اللي انا بدي اياه، بحس حالي ضايعه، انه مشوشه. فقررت هالمره اني ما احس هيك. اني اتجاهل الموضوع عن جد. I enjoy it. وبصراحه وقت يكون في كمان رجال بحياتنا عنده هالطبع، فبحس انه بيريحني اكتر. يعني تخيلوا مثلا انا اكون ستريسد وشريك حياتي يكون ستريسد. راح يكون حياة مليئة بالستريس. بس غيس كثير هيك شخص انه اوكي عادي اللي يصير يصير، يعني it's not the end of the world، مو نهاية العالم، حتى لو ما صار هيك، حتى لو كذا. الحمد لله مرتاحة من هالناحية. اوكي ما حدا متعود علي حط فاونديشن، ولا انا متعودة على حالي حط فاونديشن، بس اليوم بما انه في ايفنت وهيك بدنا نحط فاونديشن. واستعملت هذا الفاونديشن من شارلوت تيلبري فلولس فينش. لا فلولس فينش، اير برش فلولس. طبعا امبارح وقت عملت ابرة العين فعند العظم لسه عم يجعني، لانه الابرة بتوجع. ابرة العين اللي عملتها كثير بتوجع. هي مو الابرة، انا ما كنت عم بحس بالابرة، بس حسيت بالمادة نفسها، فالمادة اللي بتوجع. بس في فرق شاسع، مع انه النتيجة ما بتبين هلا، لانه هي مانا لا فيلر ولا بوتوكس. اصلا بوتوكس ما بينحط تحت العين صح؟ لا I think بس فيلر. فهي مانا فيلر، مشان هيك ما في نتيجة سريعة. الابرة اللي عملتها اسمها سالمون دي ان اي، سالمون دي ان اي، والله ما بعرف كيف تنقال او تنكتب، بس بدي دور عليها. بتعطي
بتعبي فراغ، ما بتعبي فراغ بس بتعطي هيك حيوية لتحت العين، وبتساعد انه نروح السواد. طبعا الابرة ما بناخدها مرة، هي جلسات علاجية اكشلي. فانا عندي اياها جينات من ماما. ماما عندها سواد تحت العين وعندها جورة، فوقت نتعب ببين التعب اكسترا. فمشان هيك لازم بلش اعالج هذا الموضوع مشان ما يتفاقم عندي، لانه كمان الشغل اللي نحن بنشتغله وانه بنضل ساعات طويلة على قدام الشاشة وهيك، فبيبين التعب اكتر. مع انه انا بحس انه ما بحس اني كتير بقعد على التليفون. من بين الناس اللي بعرفهم بحس اقل وحدة انه بقدر اقعد بدون تليفوني، مع انه كل شغلي وكل حياتي وكل الامور كل التواصل كلها على التليفون. بس بحاول كتير احيانا انه ما احمل تليفوني، وحلو هذا الشيء. بس على العموم هذا الشيء كمان بيأثر كتير على البشرة. فحسيت باخر فترة عن جد اهملت بشرتي شوي، مع انه السكين كير ما بيفارقني ولا لحظة. وطبعا الانسان لازم يعتني ببشرته احيانا بإبر نضارة شيء زين بهي الامور، بس بنفس الوقت ما بيقدر يضل عليها دائما، لانه لازم نسند هذا الشغل بالسكين كير. لازم يكون السكين كير صح، السكين كير منيح، مشان ندعم الاشياء اللي عم نعملها لبشرتنا. اما لو نحن مثلا رحنا عملنا ابره نضاره وما اعتنينا ببشرتنا، ما استعملنا واش منيح، مويسترايزر منيح، كريمات للبشره منيحه، الشغل كله راح على الفاضي. ابر النضاره بتساعد انه البشره من جوا تتحسن، بس الشغل الاتقل هو السكين كير، وهذا اللي لازم نحن نركز عليه كتير. عملنا بلند للفاونديشن. هلا بدي استعمل الباليت ميك اب فور ايفر، هاي اللي فيها كل الالوان رهيبه. يعني حكيت لكم عنها اكثر من مره، فيها كل شيء. بدكم تعملوا فاونديشن، بدكم تعملوا من وين هاي منيح ما لوتت حالي. ففيها فاونديشن، فيها كونسيلر، فيكم تستعملوها باي طريقه بدكم اياها، وفيها برونزر. فانا هستعمل الكريم برونزر، وهي الفرشاية مشان حط البرونزر. اوكي، وما ننسى الجبهة. وكمان قلت لكم امبارح اني عملت كمان جلسات لشعري. شعري خفان تعبان. هلا نحن شعرنا اوريدي خفيف يعني بالعيلة، بس انه ما كان هالقد خفيف شعري، عم بيهر كتير، وهي مشكلة، واكيد سوء تغذية مني. يعني انا المفروض لازم انا اعتني من هاي الناحية لاني دارسة هالشي، بس احيانا الانسان ما بيلتزم. بعترف بهذا الشي. المهم، فعملت امبارح ابر الميزو للشعر، ابر بتنحط بارض الراس. وكمان فرجيتكم امبارح الامبيول اللي اعطتني اياه اللي بحطه هيك على شعري، فامبارح بلشت فيه، حطيته على شعري. فبدنا نشوف اذا مع بعض الفائدة اللي راح استفيدها. وكمان قلت لكم من شوي اني غيرت كثير منتجات ومنهم ماي شامبو. فلا لا لا داخلة عن جد بمود السلف كير وبقوة. يعني أنا I'm the self care girl. هالسنة عبارة عن سلف كير. حسيت كأنه في حدا فيقني من كم يوم هيك، ضربني كفين قال لي قومي قصي على حالك، شو عم تعملي؟ يا بس والله ما في شيء أهم من الصحة. كل ما كانت صحتنا منيحة والحمد لله أكلنا منيح وكل شيء، بتلاقوا النفسية كلها تغيرت. يعني أنا بيوم إنه لسه هلأ رجعت نفسيتي غير اليوم. فهذا الشيء بدل إنه عن جد أنا شخص بحاجة للحركة باليوم. أوكي هلا حاستعمل البلاش اللي حاستعمله هو هاد بالنارس. أوكي، الجلو اللي بيعطيه كتير حلو. جست واو. اوكي، هلا حنعمل بلند لكل شيء.
اوكي، وبدي احط شوي من هاي لتعطيني لاني كترت شوي. هاي من رير بيوتي. اوكي، هاي ونفسها هاي حتعطي شوي برونزي لوك، فبحطها كمان نقطة هون ونقطة هون. ما بدنا نكتر عشان ما نأوفرها. و بلند. اوكي، بلند بلند بلند. اوكي، كل شي صار بلندد، الجلو كتير حلو. وهلا بدنا ندخل بالباودر. رح اول شي ثبت تحت العين باللوز باودر. في لوز باودر من هدى بيوتي بدي اجيبه وقت، يلي هو البينك لوز باودر. عم شوفه كتير، اول شي مخي ما استوعب انه كيف زهر ولوز باودر، بس وقت عم شوف الفيديوهات وعم يستخدموها كتير حلوة النتيجة. it's very nice. ضروري اجيب منها ونستعملها ونجربها مع بعض. نعمل فقرة خلينا نجرب لللوز باودر، لانه مخي ما عم يستوعب كيف زهر. وقلت بركي يمكن لانه فلاتر وكذا فانه بيطلع حلو، بس ما بعرف. anyways حسب تحت العين شيء من الصبح. اليوم في اصوات خبيط، حفر ودريل وخبط. ابصر شوفي يمكن في حدا جديد عم ينتقل عن منطقة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله انه قدرنا نلاقي بيت بنفس المنطقة اللي نحن فيها، لانه من اصعب الاشياء اللي واجهناها وقت كنا عم ندور على بيت انه نطلع من المنطقة اللي نحن فيها. والحمد لله انه قدرنا نلاقي شيء مناسب إلنا بنفس المنطقة. فكتير متحمسة لهي الخطوة الجديدة اللي عملناها. كتير حلو كيف بلشنا مع بعض هيك، عم ننتقل من مرحلة لمرحلة هيك step by step which is so nice. والحمد لله الحمد لله على كل شيء. اوكي، هاي ثبتت طار كل شيء. ثبتت تحت العين. نسيت بس هون شيء بسيط، لانه هون حوالين تمي، لانه بس ابتسم بضل بيطلع لي الخطوط، فبيبقى شوي حطيت خطط المراجعة لي. ليكم دخل على السريع. اوكي هلا بدي احط البلاش والبرونزر. عندي قصة لهي الشامة اللي عندي اياها فوق شفتي. كنت كتير احب الشامة فوق الشفة، بس انا ما كان عندي شامة فوق شفتي. كنت عن جد ادعي تطلع لي شامة فوق شفتي، وطلعت. وهي مو الشامة الوحيدة اللي انا كنت اتمنى تكون عندي. كل ما اتمنى تطلع لي شامة تطلع لي. كتير غريب. هل في تفسير للموضوع؟ يعني ابتداء من ما كان عندي شامة ابدا ابدا ابدا، بس اجت فترة عن جد كنت كثير حابة انه تطلع لي شامة فوق شفتي، وطلعت لي. it was so weird. هل في حدا كمان صار معه نفس الموقف هيك دعيتوا تطلع لكم شامة بمكان طلعت؟ كثير غريب. اي والله، وطلعت لي وكثير بحبها. وهي الشامة I think طلعت لي من الشمس، وكل ما اعمل تان بتقوى وبتطلع لي شامة تانية كمان هون بس اعمل تان. حاليا هي رايحة، بس وقت اتشمس بتطلع، لانه طبعا الشامات معروف انه وقت تتعرضوا للشمس بيطلع لكم شامات. اوكي حطيت بلاش من نارس، لانه كمان استعملت بلاش من نارس، فخليه يكونوا نفس المنتجات. اوكي هلا بدي احط برونزر. وين فرشاية البرونزر؟
هي؟ ليه بحس لازم ارجع رتب الدرج، بس ما بدي ارجع رتبه وبعدين انتقل. ان شاء الله بالبيت الجديد رح يكون في مكان مخصص للميك اب، ورح اعمل كمان المكان للدريسنج، الكلوزت روم، فرح يكون في مكان مخصص بس للجيتنج ريدي، وأيم سو اكسايتد. هذا الشيء لسه عم نعمل له ديزايننج وكل شيء، وبياخد وقت الموضوع، بس كتير متحمسة. اوكي انا مضيعة ليك الفرشاية، لقيتها. بدي احط برونزر، ما بستغني عن هالبرونزر. في برونزر من واي اس ال حلو كتير، كانوا يحطوا لي منه وقت يكون عندي شوت وهيك، حجيب منه قريبا، بس هذا كتير حلو. اوكي الكونتور نثبتها بالبرونزر. إذا كان عندك مشاكل في ظهر بيرفكتو. هلا للعين عم فكر اعمل سحبة العين، ف بدي الفرشاية هي. اوكي، ورح اعمل سحبة العين اللي دائما بعملها بالاي شادو، بدي اياها تكون سموكي. لا هيك اوفر بيتزا، عم ضيع كل اغراضي. اوكي خليني الاقيها وارجع لكم. اوكي لقيت الاي شادو، بس دخلت شوف الكومنتات لاعرف اي فستان رح نستقر عليه. اغلبكم اختار الفستان الاحمر اللي هو الفستان الثالث، فشكلنا استقرينا على الفستان الثالث. فبما انه هو الفستان الاحمر، هل برايكم نحط حمرة حمرة او حمرة نود؟ اختاروا. اوكي خلينا نكمل بالميك اب. التليفون عامل ابديت، فينا نعمل ايموجيز لحالنا، يعني فينا نحن نخترع ايموجي. بس نخلص الميك اب عم فكر نعمل تكتبوا لي مثلا افكار ايموجيز، وبعملها وبنحطها وبنشوف هل بتزبط هلا. فهلا كتبت على الليبستيك، قلت لحالي جرب، كتبت ريد ليبستيك، عم طلع لي عن جد ريد ليبستيك. نود ليبستيك ما طلعت لي، كتبت بينك ليبستيك، قلت اقرب شيء عن نود. بس غريبة حلوة، بيعطونا اكتر من خيار، فليش ما نجربها. اوكي عم بعمل بالبلاك اي شادو واحد، نعمل بلند. اوكي قديه حلوة، تعطي سحبة عين حلوة. اوكي برشاية اي شادو، بس ما ححط عليها لون اللي بالعادة بستعملها. اوكي، او يمكن احط عليها شوية لون، رح استعمل فيها البرونزر عشان نعمل بلند حلو ونظيف. اوكي استعملت نفس البرونزر، وراح ادمج كل شي مع بعض، وبنرجع بنظبط البلاك اي شادو، بس شوية لون للجفن. الله كتير حلو طلع. اوكي حارجع اظبط هاي.
بهالطريقة، فبتعطي سحبة للعين بس تكون هيك سموك. يعني شوفوا الفرق، حلوة. حلو. نرسم خط. وهلا بنبلش نعمل بلند لجوا. ثواني بس ارسم خط الجفن، وهلا بنبلش نعمل بلند لجوا العين. بهي الطريقة. وهلا بس بنضل نعمل بلند مشان ما يكون في ابتداء من خطوط واضحة. قديه غريبة كلمة خطوط. خطوط خطوط خطوط. احيانا في كلمات بحكيها هيك وقت نقولها اكتر من مرة بتطلع كتير غريبة. خطوط واحدة منهم. اوكي، بلند ريبان بلند. اليوم رجع للجيم ف تعبت، ونعطي لون حلو للجفن. اوكي، شكلي لازم بس قوي اللون هون، بس انه هي الفكرة. سموكي اي. شو يا كاريزما، شو يا كاريزما. إبرة كاريزما. غيث مبارح عمل ابرة كاريزما اللي هي ابرة كولاجين، بيور كولاجين. حتى انتفخ. ف وجهه شوي منفوخ بسبب الابرة. لا لا، ليك شعري ومكياجي. انتبه غيث، لا نو غيث، نو نو ستوب ات، نو لا. عادي تطلع. هي كانت تهديد. هاي هي القوية. غيث لا لا، غيث شعري. رح تنام بالبانيو، رح تنام بالبانيو. هذا باخذ إبرة كاريزما واحدة ثانية. شو دخل، شو دخل، مستفز. كيف تعرفوا انه غيث مالل؟ exactly. يلا الانسان بيضحكني. اوكي، نعمل بلند 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 بلند. المشكلة انه العين هي اصعب لانه اليسار وانا متعودة على اليمين، بس اخر شي بتزبط. شوي برونزر. اوكي، هلا عم فكر بس تنظيفة خفيفة. اوكي، بس مشان يكون اكسترا كلين الموضوع. فبس وين الليك. اوكي، سو هاي الفرشاية رح اخذ شوي كونسيلر وعلى الخفيف وهلا سمبل. اوكي اوكي، وحمصت حواجبي لفوق. حاليا عم شوف كتير عالم عم يحبوا الحواجب المسي الناتشرال براوز اكتر. بصراحة
كتير بحب الناتشورال براوز اكتر من الحواجب المرسومة. يعني الحواجب هيك الطبيعية اكتر احلى من الحواجب المرسومة، مشان هيك ما برسم حواجبي. ومن زمان يعني اجت فترة زمان الترند كان انه نرسم حواجب، عملتها فترة وقت رسمت حواجبي، بعدين اكتشفت انه الحواجب الطبيعية اللي بدون رسم احلى. كنا زمان نقص شوي من الحواجب عشان يكون مرتب. انا بطلت اعمل هيك، انا يمكن مو قاصة حواجبي، خليتهم هيك طوال من مو اقل من 5 سنين. ف كتير بحب حواجبي الحمد لله، هيك سماك وفلوفي. ليكو بدون ما ارسمهم ولا شي، بحس لو رسمتهم بيطلعوا اوفر لانه اوريدي حواجبي سماك، فمشان هيك ما برسمهم، بكتفي فيهم هيك. هلا عم فكر حط مو شيمر بس هايلايتر شوي هون مشان يعطي لمعة حلوة، بس ما بدي احط شيمر يكون خفيف. وين ما بعرف وينه، بس خلص حفتح فات جديدة ابصر وين. اوكي سو هاي الهايلايتر. اوكي حاستعمل هاي الفرشاية بس مشان حطها هون، بس حتعطيني جلو خفيف. وركز على مدمع العين هون. اوكي نعمل هيك. اوكي رح احط شوي من الهايلايتر هون، ونحط شوي على خدود، بس حاستعمل نفس البلاش، فرشاية البلاش. هي الطريقة اللي بحب احط فيها الهايلايتر، يعني هيك انه خط واحد يعني. اوكي هلا رح احط الماسكارا ورح استعمل الباونس. هاي الماسكارا كتير حلوة وبتعطي فوليوم حلو ولينث حلو. فاول شي الفرشاية عبارة عن طرفين، فهستعمل الطرف الفلوفي اعطي الرموش فوليوم، بعدين رح اعمل بالطرف الثاني اللينث. كنت لسه جاي اقول ححاول ما لوت حالي، لوتت حالي بس مو مشكلة، كله بيتنظف. اوكي ححاول ركز اكتر شي على طرف العين عشان يعطيني سحبة حلوة. اوكي حاعمل كوت هون وارجع العين التانية تكون شوي نشف فيها المسكرة. رح اعمل هاي المسكرة هيك عشان يكون نفس طريقة العين الاولى، ما تطلع الرموش مختلفة. لانه اذا عملتها هيك ما بتكون مثل هي مبلشة من الطرف، هون بكون عم بلش من جوا. فوقت ابرم ايدي هيك كون عم بلش من الطرف نفس العين الاولى. حلو، الرموش مو مجمعة مو مكبتلة ولا شي. ليكو اوكي هلا رح ادخل بالكوت الثاني بنفس الجهة وارجع ازيد الفوليوم شوي ومرتب. نظف كل شي بس خلص. اوكي وعن جديد عم حب خلي الرموش، كنت عم اقول انه كنت عم نظف كل شي بس خلص. اوكي
وعن جديد عم حب خلي الرموش، كنت عم اقول انه كنت حوقع كل شيء، انه عن جديد صرت حب اني خلي الرموش تنشف شوي قبل ما اعمل تاني كوت. لاحظت في فرق احلى. اوكي سو هاد في ركز على الطرف مشان مد شوي. اوكي هلا شاي اللي هي فرشاية حواجب بس شوي مشان اوكي ما انا بدي. اوكي خلص هيك. هاي المسكرة لرموش اللي تحت بس نتفة. اوكي هلا بدي اشوف شو. اوكي القيت نظرة سريعة. الاغلب كتب نود، فرح احط نود لبستيك. سو رح اخذ ليب لاينر نود. هاي اللبستيك ليه نو انا لازم ضروري بين لاينر وراح ارسم. شفتي صايرة ما عم حب اعمل اوفرلاين كتير، بس اجباري راح يكون شكله شوي اوفرلاين لانه حاطين براون. اوكي هي حددنا الشفايف وبس بدي نطفة سريع سريع. اوكي اوكي بس حغمق من فوق. اوكي وهلا راح احط يمكن هذا اللون بالنص. خليني اشوف. يس سو هاي من رير بيوتي. حلو اللون والله، طلع حلو الكومبو كتير. نعمل هيك ندمج كل شي مع بعض. سو عملنا مثل شوي اومبري، بحس بيطلع حلو مع الفستان احمر. والله خيالاتكم طلعت اون بوينت. بس نظف ايدي وما بعرف بس خلي رح اتركها هيك مشان تنشف مثل ما هي وتضل ثابتة. ليش طلعت هاي اقصر؟ اتس اوكي حاتركن هيك. بعرف انه منظري غبي، بس اخر شغله بدي اعملها يلي هي انه بدي اظهر الشامات اللي عندي. فحاخذ الايلاينر البني و راح اظهر الشامات الموجوده
علمت على الشامات، سو هي وهي 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 خليتهم يظهروا. وهلا اخر شي رح ثبت الميك اب. ار اوكي؟ وبس والله خلصنا الميك اب. الميك اب طلع واو بجنن. I love it. حتى العيون، ميك اب العيون just perfect. اوكي جايز، لبست وقلت البس معه مجوهرات سيلفر. حلو الجولد مع الريد، بس قررت البس سيلفر فلبست هيك رينجز. طلعوا كتير حلوين على الجلوف. ما لبست ساعة، قلت ضل هيك سمبل. وطبقت معها شنطة حمراء، قلت كون لابسة فول ريد. اوكي جاهزين؟ كيف بس؟ هي الجلوف هي كمان مقطوشة من هون بس ما مبينة. بس انه شو رأيكم باللوك؟ اوكي جايز، سو انا لابسة كعب اسود مع الفستان. هذا الكعب، ثواني، لابسة هاد. اوكي بس عندي هذا اللي لبسته بالجوي اوورد. ثواني، اوكي هاد الهيل. بما اني لابسه فول سيلفر فهاد. شو رايكم البس هاد بما انه لابسه سيلفر او ضل على الاسود؟ هاد اعطوني رايكم. اوكي الاغلب كتب سيلفر فلبست السيلفر. سو هيك شكله انا حسيت انه احلى. اوكي جايز، عم شوف الكومنتات واغلبكم قال غيري الشنطه غيري الشنطه. حبيت، بعرف انه كان لازم البس شنطه سيلفر اوكي، بس حبيت انه اعمل شيء غريب يكون هيك فول ريد. ما بعرف ليش حملت على فكره سيلفر باج، لانه غيث قال لي ليش ما بتلبسي سيلفر، فحملته وقارنته. بصراحه كثير حبيت هي. يمكن نظرتي غلط بس عجبتني هيك انه كيف فول اون ريد مع ريد جلوفز، هيك انه مختفيه. بس انه متعارف انه الشنطه لازم تكون كسر لون للفستان. بس خلص صايروني اليوم حبيت غامر شوي. اتركوني غامر، عم منيحني غامرت بالشنطه. بس انه اليوم ابداعي بالميك اب ديفرنت، مختلف كثير. حابه الميك اب. بس انه اليوم ابداعي بالميك اب